في عصر يوم فلاح فرنسي كان واقف على باب المطبخ بتاعه بيتفرج وهو مرعوب على الكلب بتاعه اللي كان بيجري زي المجنون حواليه. الكلب اللي كان دايما هادي دلوقتي اتجنن، وكل ما الفلاح كان بيحاول يمسكه من رقبته الكلب كان بيعضه ويرجع تاني يلف في دواير. فجأة الكلب ده وقف جري، بدأ إن هو يشم في الأرض، بعدين عض صخرة وقعد يمضغ فيها جامد لحد ما بقه بدأ إن هو ينزف، ومهما الفلاح عمل ما كانش قادر إن هو يوقفه. الكلب فضل يمضغ في الصخور دي أكتر وأكتر لحد ما الدم نزل من بقه وسنانه بدأت إن هي تقع. اللي الفلاح ما كانش يعرفه وهو بيتفرج على كلبه وهو بيتجنن كده هو إنه بعد يومين بس هو اللي هيجري في نفس المكان ده، وهو اللي هيصرخ برضه زي المجانين. وده كان رعب مش مفهوم أبدا هينتشر في القرية كلها ومحدش هيقدر إن هو يوقفه. السلام عليكم، عاملين إيه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة هنرجع بالزمن كده لحد الحرب العالمية التانية. في مرض هيحصل في قرية فرنسية كده، مش هيبقوا عارفين ايه السبب. الناس هتبقى بتعاني من أعراض مرعبة ومفيش أي حد عارف يحدد ايه سبب المرض ده، لحد ما يكتشفوا في النهاية إن حاجة صغيرة قوي كانت هي السبب في كل اللي بيحصل في القرية. فأتمنى إن حلقة النهاردة تعجبكم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. في عصر يوم جمعة في يوم حر في شهر أغسطس 1951، دكتور ألبرت جابي كان سايق العربية بتاعته في الشوارع الضيقة لقرية في جنوب فرنسا. كان لسه مقضي أسبوع راحة مع عيلته في منطقة جبال، سلسلة جبال كده كانت موجودة على الحدود بين فرنسا وبين أسبانيا. وزوجته وأولاده الأربعة كانوا لسه في الكابينة بتاعتهم في الجبل بيستمتعوا بالأجازة، لكن دكتور ألبرت كان لازم إنه يفتح العيادة بتاعته ويرجع للشغل دلوقتي، وبعد سفر طويل رجع أخيرا لبلده. وقبل ما يوصل للبلدة بتاعته كان بيبص على الشوارع اللي اتضررت جامد من القنابل بتاعت الحرب العالمية التانية. بعدين وصل لجوه المدينة، وقف شوية عشان الخباز اللي كان موجود على أول الشارع كان بينقل الشوالة بتاعت الدقيق. دكتور ألبرت كان بيحب المدينة دي جدا، عاش فيها طول عمره. المدينة كانت صغيرة لدرجة إن ما كانش فيها غير دكتورين غيره بيشتغلوا فيها، مكان لطيف الكل بيعرف بعضه والكل بيحب بعضه. بس من فترة قريبة هو كان بيفكر إنه للأسف هيضطر إنه يسيب المدينة دي بسبب الحرب العالمية التانية. القرية كانت محتلة من الجيش الألماني، فالموضوع كان صعب بالنسبة له وكانت محنة مرعبة والتعافي كان بطيء جدا. بس هو كان متفائل إن القرية بتاعته الصغيرة دي هترجع زي ما كانت في يوم من الأيام. وبعدين وصل قدام بيته، كان فرحان قوي إنه أخيرا وصل ومستني إنه ياكل عشاء بسيط بعدين ينام ويرتاح. بس لما فتح الباب لقى مديرة البيت بتاعه اللي كانت وصلت قبله عشان تنظف البيت جريت عليه بلهفة وهي مرعوبة. ومن غير ما تقول ولا كلمة هو بص في غرفة الانتظار بتاعت عيادته اللي كانت في الدور الأرضي واللي كانت مليانة بالناس. الأوضة كانت صغيرة فيها 12 كرسي خشب، بس من كتر عدد الناس كانت قاعدة على الأرض، رجالة كبار ماسكين دماغهم على الحيطة، عينيهم مقفولة، أمهات شايلين أولادهم في حضنهم، أولاد تانيين مرميين على الأرض. الكل شكله تعبان وشاحب. خد نفس بعدين دخل عشان يشوف فيه ايه، بس الأوضة كان فيها ريحة مش حلوة، ريحة وحشة قوي. مديرة البيت بتاعه شرحت له إن على مدار الساعات اللي فاتت مرضى عمالين يجوا ويطلبوا إن هم يشوفوه. قالت لهم إن هي مش متأكدة هو هيجي إمتى، بس هما كانوا مش راضيين إن هما يمشوا وقرروا إن هما يستنوه. كان باين إن في حاجة منتشرة في القرية. طبعا دكتور ألبرت في الوقت ده كان عايز يتأكد إنه مش بيواجه وباء خطير. طبعا العشاء هيضطر إنه يستنى، بس هو لازم يعرف بالظبط إيه اللي بيحصل. على مدار الساعات اللي بعدها دكتور ألبرت كشف على واحد واحد، شكواهم كانت متطابقة: مغص، غثيان، رعشة. كان باين كده من النظرة الأولى إنهم عندهم تسمم غذائي. هو طبعا استغرب جدا، ناس كتير قوي يتصابوا بيه في نفس الوقت، بس هو كان متأكد إن في تفسير منطقي للي بيحصل. كان في مشاكل كتير في إمدادات الأكل. فرنسا كانت بتحاول إن هي تتعافى من الحرب، ما كانش غريب إن الناس يتسمموا من الأكل من وقت للتاني، والعلاج كان بسيط. معظم الناس كانوا محتاجين كام يوم راحة بس عشان يتعافوا تماما. دكتور ألبرت ادى المرضى دواء عشان يهدي معدتهم وطمنهم إن الموضوع مش خطر أبدا وإن هم يتحسنوا في أقرب وقت.
بعدين خد كام ساعة عشان يكشف على كل المرضى، وبعدين لما آخر واحد مشي من العيادة هو طلع على السلم ببطء، بعدين اتعشى ونام نوم عميق. والساعة 11 الصبح تاني يوم كان واقف في المطبخ بتاع بيت فلاح من العيلة اللي عايشة في المنطقة. نص العيلة كانوا مرضى في غرفة الانتظار موجودين عند دكتور ألبرت في الليلة اللي قبلها. هو كان في العادي مش بيشتغل يوم السبت، بس فكر إنه من الأحسن إنه يطمن على بعض المرضى اللي شافهم. ودي كانت تاني زيارة منزلية ليه صباح اليوم ده. كشف على أفراد العيلة واحد واحد، ودلوقتي كان بيكشف على ولد رفيع. الولد قاله إن هو حاسس إن هو أحسن النهاردة، فالدكتور ابتسم، كان مبسوط إن معظم مرضاه بقوا أحسن، بس في حاجة ما كانتش مبسوطة. حتى قبل ما يروح ويشوف الولد ده وعيلته بدأ يشك إن في حاجة غير التسمم الغذائي بتضايق السكان بتوع القرية. فأول حاجة سأل كل المرضى، بس لسه معرفش ايه اللي هم أكلوه وخلاهم يمرضوا كلهم مع بعض. بس كان في حاجة تانية هو لاحظها، حاجة أغرب. كان ملاحظ إن مطبخ البيت بتاع الفلاح ده كان فيه ريحة وحشة قوي، نفس الريحة اللي كانت مالية غرفة الانتظار في اليوم اللي قبله. الموضوع خد وقت منه قبل ما هو يفتكر هو شم الريحة دي فين قبل كده، والموضوع كان من سنين في بيته. كان فيه فئران عايشين جوه حيطة أوضة النوم بتاعته، وبعدين الفئران دي ماتت وأخدت كام يوم عشان ريحة التعفن تروح. ريحة يعني فار ميت، كان خليط كده غريب هو شمه. فدي نفس الريحة اللي كان الدكتور بيشمها لما كان الفئران ميتة. فالموضوع كان مخليه مستغرب، تسمم غذائي إيه اللي يخليه يعمل الريحة دي؟ وبعدين المشكلة ما كانتش في البيت ده زي كل البيوت اللي زارها في صباح اليوم كان نضيف، الشبابيك مفتوحة، وريحة العيش من الفرن اللي بيعملوه كانت داخلة البيت. وكان مفيش أي دليل على وجود فئران في أي حتة. بس هو دلوقتي ما كانش عنده وقت إن هو يفكر في الموضوع ده، كان بيحاول إن هو خلاص يركز على العلاج. وقبل الظهر بشوية بعد ما خلص كل الزيارات بتاعته لكل المرضى، دكتور ألبرت كان مرهق جدا. رجع للعيادة بتاعته وغرفة الانتظار برضه كانت مليانة. كل المرضى تاني بيرجعوا له وبيقولوا له إن هم عندهم تسمم، بس كلهم برضو نفس الريحة الوحشة. وأيا كان اللي بيحصل واضح إنه مش حاجة فردية، لازم الدكتور يعرف السبب. الساعة 11 بالليل في نفس اليوم هو كان لسه في العيادة بتاعته بيعمل شوية شغل، لما فجأة في حد خبط على الباب. ولما فتح الباب لقى واحد من الدكاترة التانيين في القرية واقف واسمه فو، بس شكله كان مرهق تماما وفيه هالات سودة تحت عينه. دكتور فو بلغه وقاله إنه شاف مرضى كتير بأعراض تسمم غذائي أثناء غياب ألبرت عن المدينة، وعدد المرضى بدأ إنه يزيد اليوم اللي قبل رجوع دكتور ألبرت. طبعا ألبرت كان عارف الموضوع ده، بدأ إنه مش فاهم إيه اللي بيحصل، واكتشف إن الدكتور التالت في القرية هو كمان مريض بنفس المرض اللي منتشر، وإنه مش قادر يقوم من السرير. فبكده دكتور فو ودكتور ألبرت هما الوحيدين اللي لازم يتعاملوا مع أيا كان اللي بيحصل في القرية. الدكتورين ما كانوش هيقدروا إنهم يتعاملوا مع عدد أكبر من المرضى لو في ناس تانية مرضت. فالاتنين بدأوا يقارنوا ملاحظاتهم، كل واحد بدأ يقول هو وصل لإيه. ودكتور فو لاحظ كمان إن مرضى كتير منهم طلع منهم نفس ريحة الفار الميت الوحشة اللي دكتور ألبرت كان بيقول عليها. ودكتور فو كان محتار هو كمان. فوق كل ده على مدار اليوم الدكتورين لاحظوا ان بعض المرضى عندهم اعراض غريبة لدرجة انهم مش عارفين ازاي يعالجوهم. جلدهم شاحب، بؤبؤ عينيهم متسع، وبيحاولوا انهم يركزوا. الوضع كان وحش لدرجة ان كام واحد منهم قالوا انهم مش قادرين يقرأوا، وايا كان المرض ده اكيد مش تسمم غذائي. لما الدكتورين خلصوا الاجتماع بتاعهم اكتشفوا انهم شافوا 230 مريض على الأقل في الكام يوم اللي فاتوا في مدينة عدد سكانها 4000 شخص بس. فده بالنسبة لهم كان عدد ضخم. اتفقوا انهم لازم يبلغوا السلطات لان الوضع ممكن انه يتخطى موارد المدينة قبل ما الموضوع ده يقدروا انهم يعالجوه. بس هنا وللأسف دكتور فو وقف على الباب واعترف انه مش حاسس ان هو كويس، وسأل ان هو كمان حاسس ان هو بدأ ان هو يجيله نفس المرض زي باقي السكان. ولما دكتور ألبرت قفل الباب حاول ان هو يفضل هادي ويركز على الحقائق. كان مطمن ان هو مش حاسس ان هو مريض، حاسس بس ان هو مرهق. بس اللي كان شاغل باله دلوقتي ان هو الطبيب الوحيد
اللي المفروض يواجه الأزمة الطبية دي بعد تعب دكتور فو. عشان كده هو قرر إنه مش هينام، فضل سهران لحد الساعة 2 الصبح. كان قاعد على المكتب تاني بيكمل ملاحظاته، وبعدها بشوية التليفون رن. اللي كانت على التليفون كانت زوجة فلاح من أهل البلد كان اسمه فيليكس. دكتور ألبرت كان زار بيتهم قبلها يوم السبت لما كان بيعمل الزيارات المنزلية. حالة فيليكس كانت بتتحسن، بس دلوقتي كان سامع رعب في صوت زوجته. قالت إن هو بيتنفس بصعوبة، مش قادر يتكلم، بيتصرف زي المجانين. في دقايق الدكتور كان في العربية بتاعته وبيجري على البيت بتاع فيليكس. وأول ما وصل زوجته فتحت له وقالت له إن هو بعد ما مشي من بيتهم يوم السبت فيليكس فجأة نط من السرير، جري على المكان اللي ورا البيت، بعدين رجع تاني بيتنطط كده على السرير، بيلف في دواير وبيصرخ بأعلى صوته. ودلوقتي بعد 12 ساعة كان متكور على المرتبة بيحاول إن هو يتنفس. الدكتور راح على طول للسرير عشان يكشف عليه. فيليكس كان نايم من غير أي حركة، تنفس عالي متقطع، باين إن هو بيفقد الوعي. بؤبؤ عينه كان متسع، درجة حرارته منخفضة. الدكتور قلق إن قلب فيليكس هيقف وإن هو مش هيقدر إن هو يعالجه، فعشان كده نقله على أقرب مستشفى تقدر إن هي تتعامل مع الحالة دي. ولما فيليكس اتنقل للمستشفى الدكتور كان بيدور على أي دليل يلاقيه، عشان كده سأل زوجته هما أكلوا إيه في الكام يوم اللي فاتوا. قال لها إن هي لازم تفتكر كل جزء أكلوه، بس هي ردت عليه وقالت له إنهم ما كلوش حاجة جديدة، كلوا اللي دايما بياكلوه كل يوم. كلوا عيش، جبنة، نبيذ، يعني حاجات عادية بياكلوها كل يوم والناس كلها بتاكل منها. بس بعدين افتكرت إن في حاجة وحشة حصلت في البيت بتاعهم من يومين لما لقوا الكلب بتاعهم بيجري في دواير بره البيت. قبل ما يعرفوا إن في مرض منتشر، الكلب كان بيعض في صخور لحد ما بقه بينزل دم، وإن الموضوع ده حصل وبعدها بدقايق الكلب بتاعهم مات. هنا ألبرت بدأ إن هو يفكر إن ممكن موت الكلب ده يكون مرتبط بنفس المرض اللي فيليكس والناس التانية بيعانوا منه. ولو ده صحيح فالموقف أخطر مما كان يتخيل. لو الكلب مات فمعنى كده إن الناس دي هي كمان هيموتوا. عشان كده في نفس اليوم بالليل كان قاعد في أوضة زحمة ومقفولة في مبنى البلدية. هو كان في نفس اليوم أقنع رئيس البلدية إنه يعمل اجتماع طارئ عن الأزمة الطبية الغريبة اللي بتحصل في البلد. كانوا عايزين يتجمعوا مع رئيس الشرطة ومسؤولين تانيين في المدينة عشان يشوفوا إيه بالظبط اللي بيحصل، بس لحد دلوقتي الكل كان بيتخانق مع بعضه. ألبرت كان متضايق جدا. دلوقتي في 280 واحد على الأقل مصابين بالمرض الغريب المميت ده اللي هما مش عارفين إيه أصلا. كان وصل فعلا لقمة غضبه. هو بيشتغل تقريبا من غير توقف ونوم قليل قوي من ساعة ما رجع من أجازته من أكتر من 48 ساعة. عينه كانت بتحرقه من الإرهاق وعصبيته زادت. فعشان كده قام وبدأ يزعق وقال للكل إن هما لازم يحذروا المدينة من الخطر. رئيس البلدية قال له إنهم يتصرفوا وإنهم يستدعوا علماء وخبراء طبيين تانيين من جامعات قريبة عشان يدرسوا المشكلة اللي بيمروا بيها. والبقايا بتاعة الكلب بتاع فيليكس هتتبعت للمعمل عشان تتحلل. رئيس البلدية حس إن الأحسن إنهم يجمعوا البيانات دي بعدين يقرروا إنهم يقولوا لأهل البلد عشان ما يقلقوهمش. بس دكتور ألبرت عصبيته كانت بتزيد. أصر إن التحليلات دي هتاخد وقت طويل، الخطر هنا خلاص، يعني الناس لازم تتحذر دلوقتي عشان يحموا نفسهم. بس رئيس البلدية كان بيصر على رأيه. يحذروا الناس من إيه بالظبط؟ ومش عارفين أصلا سبب المشكلة عشان يقولوا للناس ياخدوا بالهم. هو كان شايف إن الأزمة هي كلب ميت وناس كتير مصابة بأنفلونزا موجودين في المستشفى، فالموضوع مش محتاج إنهم يدخلوا الناس في حالة رعب. كمان مفيش دليل إن الحاجتين ليهم علاقة ببعض، بس كان في احتياط واحد رئيس البلدية كان لازم يعمله على طول. قبل ما يقفل الاجتماع بص لرئيس الشرطة. نظرا لعدد الناس المصابة بالمرض ما ينفعش إنهم يستبعدوا احتمال إن حد ممكن يكون عايز يسمم المدينة. فعشان كده رئيس الشرطة وافق إنهم يبدأوا فورا تحقيق جنائي، بس هيحتاج مساعدة من مسؤولين تنفيذ القانون في المدن اللي موجودة جنبهم. الاجتماع ده خلص الساعة 1 صباحا. ألبرت بدأ إنه يمشي لبيته مرهق متعصب من الاجتماع. التحقيق الجنائي حس إنه تضييع وقت. ليه حد هيعمل هجوم وحشي كده على مدينة صغيرة غير مهمة بالمرة؟
بس بعدين كل ما كان بيفكر في الموضوع أكتر كان بيفترض إن دافع إجرامي منفعش إن هما يستبعدوه، وكل اللي كان بيفكر فيه دلوقتي بقى إن هو محتاج إن هو يروح البيت وينام عشان يبدأ إن هو يعالج المرض ده لو فعلا عايز يعالجه. بس أول ما دخل البيت بتاعه سمع صراخ عالي جدا جاي من محل البقال اللي كان قريب منه. الدكتور ألبرت جري في الشارع على المحل ده وبدأ يخبط جامد على البيت. زوجة البقال اتبسطت قوي لما شافته، طلعته فورا على شقة العيلة فوق ودخلته أوضة بنتهم. هناك على السرير ماري جوزيف اللي عندها 5 سنين كانت بتتلوى من الألم، دراعها ورجليها كانوا بيرتعشوا، صوابع ايديها ورجليها متشنجين جامد لدرجة ان هما كانوا بيض مفيش فيهم اي دم. هو جري على الطفلة دي، حاول ان هو يفتح صوابع رجليها اللي كانت جامدة وكان مستحيل ان الدم يمشي فيها. رجليها كانت متضررة على طول. فجأة ماري قعدت مفزوعة، عينيها مفتوحين على وسعهم من الرعب، وشاورت على الفراغ قدامها وبدأت ان هي تصرخ وتقول ان مور جاية تاكلني. هو طلب فورا مساعدة الأم عشان يمسكوا الطفلة، بعدين اداها حقنة مهدئة كان بيأمل إن هي تهديها. بعدين بص للأم اللي كانت منهارة من العياط وقال لها إن ماري لازم تتعالج في المستشفى وإن هو محتاج إن هو يكلم الإسعاف. فهو مشي على طول ناحية المطبخ بتاع العيلة وراح ناحية التليفون عشان يكلم الإسعاف، بس وقف لما عدى من جنب أوضة النوم بتاعت الأب والأم. جوه الأوضة كان السيد كارل قاعد على كوعه كده في السرير وبيبص من الشباك. دكتور استغرب ليه كارل مش مهتم أبدا ببنته. البقال كان شكله مشغول البال متضايق بشكل غريب. بس لما ألبرت قرب منه أكتر لاحظ إن البقال ده مش بيبص من الشباك، ده بيبصله بس كده في حالة ذهول. بعدين كارل رفع صبعه وبدأ إنه يعد بعض القطع اللي موجودة في الشباك. ودكتور ألبرت كان شامم في الوقت ده نفس الريحة الغريبة، ريحة فئران ميتة، اللي كان معناها حاجة واحدة بس، إن كارل هو كمان مصاب بنفس المرض. هو حاول يهديه وبعدين لما اطمن عليه رجع تاني للأوضة بتاعت ماري. هو توقع إن هي ممكن تكون دايخة من المهدئ اللي اداهولها، يمكن حتى نايمة، لكن لما وصل لقاها صاحية ومبسوطة كأنها خفت تماما. الطفلة بصت له، ابتسمت وقالت إن النمور اللي كانت شايفاهم دول أكيد كانوا حلم. هو هنا قاس حرارتها ونبضها وكل حاجة رجعت لطبيعتها تماما، واكتشف إن بدل ما المهدئ ينيم ماري هو خففها تماما. هو طبعا كان عارف إن مفيش حاجة من اللي بيحصل دي منطقية، فقرر إنه ما يطلبش الإسعاف، وكان فاكر إن ماري ممكن تخف خالص في البيت بسبب الحقنة دي. وبعدين كنا الفجر لما قال العيلة دي تصبحوا على خير. بعدين رجع للبيت بتاعه، وأول ما دخل البيت سمع التليفون بيرن، واللي كانوا بيتصلوا بيه كانوا المستشفى. قالوله إن للأسف فيليكس الفلاح مات، وأيا كان المرض اللي بيصيب القرية دي فالمرض ده اتعلن رسميا إن هو قاتل وإن هو كارثة طبية. تاني يوم الصبح موجة من الضباط بدأوا إنهم يكتسحوا المدينة، وقفوا الناس في الشارع عشان يسألوهم أسئلة. استجوبوا أصحاب المحلات، قفلوا بعض المحلات خالص. فوجود الشرطة الكتير ده خوف الناس. الإشاعات بدأت تنتشر في القرية، كل واحد كان يعرف حد مريض. ناس بدأت إن هي تتكلم تقول إشاعات بإن في واحد مجنون أو حد قاتل بيسمم القرية بتاعتهم، ممكن إن هو يكون سمم المية أو الملح أو اللحمة أو أي أكل تاني. الناس بدأت إن هي تجمع حاجتها، يسيبوا المدينة من غير ما حد يحس. وفي نهاية اليوم في وسط البلد اللي كانت زحمة، البلد بقت فاضية وهادية. في الوقت ده ألبرت كان واقف قدام باب بيته بيتفرج على العائلات اللي بتمشي بالراحة من غير ما حد ياخد باله. فكر في زوجته وأولاده اللي كانوا لسه في أجازة في الجبل. هو كان كلمهم بسرعة في بداية المرض ده، بس دلوقتي هو عايز يطمن تاني على عيلته، فاتصل ببيت الأجازة. وزوجته اتصدمت لما حكالها عن الأحداث المرعبة اللي بتحصل في البلد بتاعتهم. كانت قلقانة إن زوجها هيتعب نفسه جامد أو إن ممكن يجيله المرض ده. هو قال لها إن هو كويس وإن هو بيعتقد إن هي وأولاده في أمان بما إنهم برا المدينة، ومع ذلك كان عنده واجب إن هو يكمل العلاج بتاع أهل البلد. قفل التليفون وكان بيتمنى إنه ما يتصابش بالمرض. وتاني يوم، يوم التلات، يعني عدى 4 أيام من ساعة ما رجع من أجازته، وفد من دكاترة الجامعة والعلماء وصلوا، جمعوا بواقي الأكل بعتوها عشان تتحلل في معمل علمي عشان يختبروا إيه السم اللي موجود في الأكل.
وبعدين طلبوا تشريح لجثة فيليكس. دكتور ألبرت حاول إن هو يطمن مرضاه إن هم يلاقوا إجابات قريب، بس كان قلقان في سره إن الموضوع ده للأسف أكيد هياخد وقت، يعني هيعدي كام يوم على الأقل قبل ما نتائج التحاليل تطلع والتشريح يخلص. مكانش مستحمل فكرة موت الناس أكتر وهم مستنيين. ومش بس كده، برضو كان شغله هو هيقدر يشتغل قد إيه من غير راحة، ولسه كان فيه احتمال إن هو كمان يتعب بنفس المرض. الأسابيع عدت من غير أي أخبار عن التحاليل أو التشريح. هو شاف عشرات المرضى في العيادة، لف الشوارع عشان يزور المرضى اللي تعبانين في بيوتهم. تليفونه بيرن كل ليلة بأخبار غريبة جديدة بتظهر. بس دلوقتي كتير من مرضاه مبسوطين بشكل مش طبيعي، بيتكلموا بسرعة لدرجة إن هو كان مستحيل إن هو يفهمهم. بس بعدين بنفس سرعة ظهور السعادة دي كل حاجة بدأت إن هي تختفي وتسيب المرضى غرقانين تماما في الحزن. بعدين كان في المرضى اللي مش عارفين يناموا خالص، وبدل كده كانوا بيتجمعوا في الشارع نص الليل. الدكتور كان بيسمعهم من شباكه وبيهزروا وبيضحكوا بطاقة غريبة. ناس تانية كان بيشوفهم بيلفوا من غير هدف في الشوارع الضلمة، ساكتين تايهين مش عارف هما بيعملوا ايه. كان حاسس ان المدينة بتاعتهم مسكونة وملعونة. القس بتاع القرية بدأ إن هو يصلي لأنه كان مؤمن إن فيه قوة حاطة لعنة على المدينة. الدكتور ما كانش مؤمن بالحاجات اللي هما بيعملوها دي، بس ده فكره بمرض كان قرأ عنه من سنين كتير، كان اسمه نار القديس أنطونيوس. المرض ده كان حصل من زمان في العصور الوسطى، خلى قرية كاملة تتجنن زي اللي هو كان بيشوفه بالظبط في القرية بتاعته دلوقتي. ساعتها ناس كتير اعتقدت إن ده لعنة من الشيطان. دكتور ألبرت طبعا كان رجل علم، بس تساءل لو في علاقة. لحد دلوقتي تفسير خارق للطبيعة من القرن ال15 كان كويس زي ايه تفسير. هو كان مش عارف هل يصدق ان فعلا في لعنة على القرية زي ما الناس بتقول، ولا يفضل ماشي ورا العلم ولازم يلاقي تفسير. بس أهم حاجة دلوقتي إن معمل السموم يخلص شغله، ولحد ما ده يحصل هيكمل علاج مرضاه على قد ما يقدر، وهيدور على الأمراض القديمة لما يبقى عنده وقت فاضي. كان بيأمل إن ده يحصل قريب، لأن لما المعمل يبقى عنده إجابة هو هيعرف إن هو يعالج المرض، كل الناس هتخف وهيبقى عنده وقت كافي عشان يدور ورا ظنونه. وبعدين وصلنا ليوم الجمعة بعد أسبوع واحد بس من ساعة ما دكتور ألبرت رجع من أجازته. كان في العربية بتاعته ماشي ورا عربية إسعاف شايلة ماري جوزيف. رؤيتها الوهمية للنمور رجعت لها تاني وبقت عنيفة لدرجة إن مامتها اضطرت إن هي تربطها في السرير. دكتور ألبرت اتفرج ومش عارف يعمل إيه لطفلة عندها 5 سنين وهي بتتحمل في عربية إسعاف بتصرخ وبتقول إن النمور بتضربها. بعدين وصل قدام المستشفى، ولما ركن عربيته لاحظ إن كل أنوار المبنى منورة. وهو ماشي ناحية المدخل شاف رجل ظهر في الشباك في الدور التاني بيشاور بإيده جامد. بعدين برعب الرجل ده طلع من الشباك، وقف على الحافة، وفي ممرضتين كانوا واقفين وراه بيترجوه وبيتوسلوا له إن هو يرجع الأوضة. بس كل ما كانوا بيحاولوا إن هم يمدوا إيديهم الرجل ده كان بيضربهم. بعدين الرجل مد إيده وقال إن هو طيارة وإن هو قادر إن هو يطير. بعدين نط وقع على رجليه على الرصيف، وفي لحظتها حصل صوت كسر مرعب لما رجليه الاتنين اتكسروا نصين. الرجل صرخ من الألم وهو نايم على ظهره، بس فجأة طاقته اتحولت كأنه طرد الألم من جسمه واستبدله بغضب شديد. وبطريقة ما الرجل اللي رجليه الاتنين مكسورين قام وجري بأقصى سرعة في الشارع. دكتور ألبرت ما كانش مصدق اللي هو بيشوفه. ازاي أي حد يقدر ان هو يجري برجلين مكسورين تماما؟ دي كانت مجرد بداية الليلة اللي حسها دكتور ألبرت إن هي زي نهاية العالم. دخل المستشفى لقى الأقسام مليانة مرضى بيصرخوا وبيتخانقوا. مرضى اللي كان باين عليهم إن هما بيتحسنوا بقوا خلاص عاملين زي ما يكونوا فاقدين عقلهم تماما. كتير منهم بيصرخوا إن إيديهم ورجليهم مولعة بالنار، بعضهم بيضرب أعداء خيالية في الهواء، وريحة الفئران الميتة بقت لا تطاق. ألبرت كان على وشك الانهيار، بدأ يتساءل لو هو نفسه تعب، لو هو نفسه بيتهيأله اللي هو بيشوفه وإن هو اتجنن. هو كان في الوقت ده بيفكر لو المفروض إن هو يستسلم ينام أخيرا النوم اللي هو محتاجه، بس في الآخر عرف إن الاستسلام للأسف خيانة للقسم بتاعه كدكتور، وإن أهل القرية بتاعته معتمدين عليه اعتماد كلي، فاختار إن هو يكمل.
هو أمر على طول إن ماري جوزيف تتبعت لمستشفى تانية موجودة في مكان أهدى، بعدين حاول إن هو يحقن بعض الضحايا بمهدئات على أمل إن ده يهديهم بما إنها نفعت مع ماري قبل كده. بس المهدئات ملهاش أي تأثير على سلوكهم العنيف. قوة وعنف المرضى كانت حاجة لا تصدق، هما كانوا خطر على نفسهم وعلى كل اللي حواليهم. مريض قام من السرير وبدأ إن هو يضرب كل اللي حواليه. 14 ممرض وممرضة حاولوا إن هما يمسكوه بس كانوا مش قادرين عليه، بالرغم إن جسمه كان بيقول إن هو ضعيف تماما. مرضى تانيين هربوا من الأوض، حاولوا إن هما ينطوا من الشبابيك أو يجروا من الحيطان. يعني هما كانوا فاكرين إن الحيطة دي باب، كانوا عمالين يدخلوا فيها مرة واتنين وتلاتة لحد ما بدأوا إن هما يفقدوا الوعي. عشان كده ألبرت شاف إن مفيش أي حل غير إن هو يربط المرضى دول في السراير بتاعتهم عشان يمنعهم من الحركة، وبعد ما يهدوا شوية هيبعتهم لمستشفى أمراض عقلية. وأثناء ما كانوا مربوطين في السرير، واحد ورا التاني بدأوا إن هما يفكوا نفسهم. بعدين جروا برا تاني لجنينة المستشفى، وكان في شجر في الجنينة. بدأوا إن هما يشيلوه ويستخدموه كسيوف ضد بعض، والدكتور كان بيتفرج عليهم وهو مذهول، هو مش فاهم فعلا إيه اللي بيحصل. دكتور ألبرت اشتغل طول الليل بيحاول إن هو يعالج الإصابات اللي المرضى عملوها في نفسهم. واحد من المرضى دول كان الرجل اللي نط من الشباك وكسر رجليه الاتنين، وعشان يقدروا يمسكوه في 8 رجال اتجمعوا وفضلوا ماسكينه بكل قوتهم لأنه كان عنده قوة رهيبة. وأثناء ما كان بيشتغل هو لاحظ إن صوابع الرجل جامدة وزرقاء، وخلال الليلة الطويلة والبشعة دي كل مريض شافه كان عنده صوابع إيدين ورجلين جامدين مفهومش حياة. فوقف شوية يفكر. الصراخ والفوضى كانت مكملة حواليه. فكر في إيدين ورجلين ماري الجامدة، فكر في الريحة الوحشة اللي فكرته بالفئران الميتة، فكر تاني في العصور الوسطى ولعنة نار القديس أنطونيوس. وبعدين صورة بدأت إن هي تتضح في دماغه. هو يحتاج دلوقتي فورا نتائج المعمل عشان يثبتها. بس هو كان بيعتقد إنه لسه مكتشف إيه سبب المرض ده، وده بيرجع كله لطاعون من العصور الوسطى. الموضوع خد كام يوم عشان دكتور ألبرت وفريق المحققين الطبيين يكتشفوا الحقيقة كاملة. بس اكتشفوا إن المرض ده بدأ في محل عادي جدا موجود في وسط المدينة. الساعة 12 الظهر يوم الخميس 16 أغسطس، اليوم اللي قبل ما دكتور ألبرت يرجع من الأجازة بتاعته، الخباز بتاع القرية رو خلص الجزء الأخير من العيش بتاع اليوم. رو كان الخباز بتاع المدينة لمدة 30 سنة. كل بيت في القرية كان بيشتري رغيف عيش طازة واحد على الأقل كل يوم. كتير منهم كانوا شايفين إن عيش رو ده أحسن عيش في المدينة. ومع ذلك في اليوم ده يوم 16 أغسطس، رو ما كانش راضي عن جودة العيش اللي هو بيعمله. وهو بيعجن العجين لاحظ إن لونه رمادي شوية. هو كان في شكوى في العيش في الفترة الأخيرة. الدقيق اللي كان بيجيله من الهيئة الحكومية اللي بتورد للمخابز في فرنسا كلها كانت في الوقت ده طبعا حالة حرب، فالدقيق كان بجودة بشعة. في الفترة دي عادة الدقيق بتاع القمح كان بيكون مخلوط بدقيق مصنوع من حبوب كده غريبة، وكمان من الفول المجفف، وأحيانا كان بيكون فيه تراب فيه حشرات. فهما كانوا اتعودوا على الموضوع ده. بس في اليوم ده الخبز كان شكله غريب. يعني هو كان عارف شكل العجين كويس اللي هو بيعمله، بس المرة دي شكله غريب قوي. بس كل ما كان بيدوق العجين كل ما كان بيلاقي ان طعمه كويس، طعم اللي هما متعودين عليه. عشان كده كمل في خبز العيش وعرضه للبيع. بس هو قرر إنه يقدم شكوى للموردين بتوع الدقيق تاني يوم. ويوم الخميس الناس دخلت المحل بتاع رو عشان تشتري عيش. وتاني يوم يوم الجمعة والسبت اللي قبل يوم الحد، رو ومراته كانوا حاسين بغثيان خفيف، بس قرروا إنهم يسافروا رحلة قصيرة عشان يشوفوا أولادهم اللي كانوا بيقضوا الصيف برا المدينة. ولما رو وزوجته رجعوا تاني يوم الاثنين، الوباء كان انتشر. المخبز بتاعه كان اتقفل زي محلات كتير اتقفلت، ورو وزوجته بقى تعبانين جدا لدرجة انهم مش قادرين يقوموا من السرير. بس لما الشرطة خلصت تحقيقاتها أكدوا ان كل اللي تعبوا كانوا اشتروا عيش من المخبز بتاع رو. واللي رو ما كانش يعرفه إن جزء من الحبوب اللي الحكومة استخدمتها عشان تخفف الدقيق، الحبوب دي كانت بايظة اتبلت في الحقل. بعدين في فطر نبت عليها، الفطر ده اتطحن مع باقي الحبوب وهي بتتحول لدقيق. والدقيق ده طبعا انتهى بيه المطاف في الشوال اللي توصل للمخبز بتاع رو عشان يستخدمه في خبز العيش ويوزعه على الناس.
الفطر ده كان قوي بشكل مش طبيعي، مش بس نجا من الطحن للدقيق، كمان نجا من حرارة الفرن بتاعت رو العالية. فضل نايم في أرغفة العيش المقرمشة اللي رو كان بيبيعها للزباين بتوعه واللي كانوا بيجوله من كل منطقة عشان ياخدوا منه. وبعدين طبعا لما الزباين رو كلوا من العيش ده، الفطر ده دخل أجسامهم. الفطر ده سبب ليهم مغص في المعدة منعهم من النوم، خلاهم يحسوا إن إيديهم ورجليهم بتتحرق. كمان سبب لهم هلوسة بنمور وطيارات وطيران، حتى خلى الكلاب تهاجم أصحابها وتفتكر إن الحجارة أكل. في الحقيقة هو أثر على كل أنواع الحيوانات بما فيهم الخنازير والبط والقطط، وكل ردود الأفعال الغريبة دي كان بسبب مواد كيميائية موجودة في الفطر. وواحدة من المواد الكيميائية دي كانت حمض الليسرجيك اللي بيتصنع منه عقار LSD، وهو العقار المعروف إنه بيسبب هلوسة قوية. فوق كل ده لما الناس كلت الفطر ده سبب رد فعل في أجسامهم، وقف وصول الدم لأطرافهم. الريحة الوحشة اللي فكرت الدكتور بالفئران الميتة كانت في الحقيقة ريحة الأصابع بتاعة الإيدين والرجلين بتوع المرضى، لأنها كانت بتتعفن بالغرغرينة. الغرغرينة دي كانت معروفة في العصور الوسطى لما كانت من أعراض الطاعون. ودلوقتي بعد مئات السنين في 1951 نفس الطاعون ده كان منتشر في القرية بتاعتهم. الفطر كان معروف باسم إرجوت، والمرض اللي بيسببه كان معروف للطب الحديث باسم الإرجوتيزم. وفي النهاية في 7 أشخاص ماتوا و300 شخص تعبوا من الوباء ده اللي ملأ القرية. الموضوع خد كام شهر عشان المرض يخلص، أغلب المرضى اتحسنوا ببطء ورجعوا تاني لحياتهم الطبيعية، والخباز رو في الأول تم اتهامه بتسميم القرية عمدا، بس بعدين اتضح إنه ملوش ذنب. ذكرى تسمم سنة 1951 دي لسه بتطارد القرية. التحقيقات الرسمية استمرت سنين، وفي النهاية تم تأكيد إن أهل القرية كانوا تحت تأثير مادة مسببة للهلوسة موجودة في الدقيق. بس في نظرية بقى طلعت قريب كده، النظرية دي مش مؤكدة أبدا. بيقولوا إن الأعراض دي ظهرت بسبب حاجة تانية خالص. دي كانت تجربة سرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية تحت مشروع كده كانوا بيعملوه، كانوا بيجربوا فيه تأثير العقاقير النفسية على البشر، بس النظرية دي مش مؤكدة أبدا. وبس كده حلقتنا خلصت. أتمنى إن هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملولي لايك، تقولولي رأيكم في الكومنتات، وبإذن الله أشوفكم في حلقة جديدة. وافتكروا دايما إن احنا هنشوف في القناة هنا حكايات أغرب وأغرب. دايما بنشوف حاجات بنسمعها بنفتكر إن هي خيال، بس أوقات الحقيقة بتكون أغرب بكتير.